الربح من اليوتيوب، الربح من اليوتيوب 1000 مشترك ولا 4000 ساعة مشاهدة. لو انت بتبحث عن كده وعايز تعرف كل جديد عن كده تابع الفيديو ده بس. اهلا بيكم يا جماعة. لو بتتفرج دلوقتي اكيد نفسك تعرف ازاي تحقق دخل من اليوتيوب، وخليني اقول لك الموضوع مش خيال، ده حقيقي. في شباب كتير في مصر والعالم العربي حياتهم اتغيرت بسبب اليوتيوب. ده ممكن يحصل معاك انت كمان. في الفيديو ده هشارك معاكم كل حاجة من البداية، ازاي تعمل قناة لحد ما توصل لتحقيق الربح بالدولارات. الفيديو هيكون طويل شوية، فاجهز نفسك وكوباية شاي او قهوة وتعالى نبدأ. اول حاجة هنقولها النهاردة، ليه تختار منصة يوتيوب. يوتيوب مش مجرد منصة للفيديوهات، ده تاني اكبر محرك بحث بعد جوجل. اي سؤال او موضوع في بالك في حد بيدور عليه على يوتيوب. كمان الناس بقت تفضل الفيديوهات اكتر من المقالات. وخلينا اديك مثال، او لو شرحت برنامج او عملت مراجعة لموبايل، الفيديو ممكن يجيلك مشاهدة لسنين طويلة ويستمر يحقق دخل سلبي. تاني حاجة هنقولها النهاردة، اللي محتاجه علشان تبدأ تعمل فيديوهات على اليوتيوب. ما تستناش يكون عندك كاميرا غالية ولا معدات تصوير غالية ولا موبايل بكاميرا يكون غالي ولا ميكروفون غالي. كفاية ان في انترنت في بيوتك كافي لرفع الفيديوهات. الأهم فكرة واضحة وخطة محتوى. نصيحة، اكتب على ورقة 10 مواضيع تنفع تعمل بيها فيديوهات، ده يخليه عندك خريطة في البداية. تاني حاجة نتكلم عليها شروط الربح من اليوتيوب. علشان تبدأ تكسب من اليوتيوب لازم تحقق شرطين. أول شرط 1000 مشترك، تاني شرط 4000 ساعة مشاهدة في آخر 12 شهر. أول ما توصل للشروط دي بتقدم على برنامج شركاء اليوتيوب، وبعد الموافقة كل إعلان يطلع على فيديوهاتك هتاخد منه نسبة. رابع حاجة نتكلم عليها النهاردة، أنواع المحتوى. السر إنك تختار مجال مناسب، ومن أهم المجالات التعليم، شروحات، دروس، لغات، برنامج الترفيه، كوميديا، تحديات، قصص، مراجعات، موبايلات، منتجات، أجهزة كهربائية. المحتوى الديني، تلاوات، تفسير مبسط، قصص، وصف أكلات. المحتوى اليومي، الفلوجات، حياتك، سفرك، تجاربك. الفكرة مش بس تختار مجال، لكن تختار مجال تحبه وتقدر تستمر فيه سنين. خامس حاجة أنا بتكلم عنها النهاردة، مصادر الدخل. ناس كتير بتفكر إن اليوتيوب بيسوي إعلانات بس، لكن الحقيقي في 4 مصادر أساسية. 1. إعلانات اليوتيوب، كل مشاهدات بتجيلك جزء من الدولارات. تاني حاجة التسويق بالعمولة، لو عملت مراجعة لمنتج وحطيته لينك شراء بتاخد عمولة. تالت حاجة الرعايات، شركات ممكن تدفع لك مقابل انك تذكر منتجها. رابع حاجة بيع منتجات، كورسات، كتب، او حتى منتجات فيزيائية. يعني القناة ممكن تكون شركة صغيرة تدير دخل يدخل من اكتر من اتجاه. سادس حاجة هنتكلم عنها النهاردة، خطوات النمو السريع. ازاي تجيب مشتركين ومشاهدات بسرعة. اهتم بالصورة والصوت، الصوت اهم من الكاميرا. اعمل صورة مصغرة ملفتة، ولو عايزين تعملوا صورة مصغرة زي اللي انا بعملها في فيديوهات ملفتة جدا للنظر، اكتبوا لي في الكومنتات واديكوا رقم حد تواصلوا معاه على الواتس يعمل لكم صور مصغرة حلوة جدا وبأرخص الاسعار. العنوان لازم يكون واضح ويجاوب على بحث الناس. نزل فيديوهات باستمرار مرة او مرتين في الاسبوع. اطلب من المشاهدين يشتركوا. تابع حساب قناتك من استوديو يوتيوب واعرف ايه اللي نجح وكرره. ما تنسوش بالتفاصيل الصغيرة اللي بتفرق بين فيديو يجيب 100 مشاهدة وفيديو تاني يجيب 100,000 مشاهدة. سابع حاجة نتكلم عنها النهاردة، الأخطاء اللي لازم تتجنبها. في أخطاء شائعة بتضيع وقت الناس كتير. نسخ محتوى من قنوات تانية، اليوتيوب هيوقف القناة. نشر فيديوهات غير منتظمة، التركيز على الأرباح قبل ما تركز على المحتوى. الإحباط في البداية، القناة ممكن تفضل شهور قليلة المشاهدات وبعدين فجأة فيديو واحد يفتح لك الدنيا. دايما ركز على قيمة متقدمة للناس، الأرباح هتيجي لوحدها. باختصار، يوتيوب فرصة حقيقية لأي حد في الوطن العربي عايز يبدأ مشروع من غير رأس مال كبير. النجاح هيجي في يوم وليلة، لكنه محتاج صبر واستمرارية. تخيل بعد سنة يكون عندك قناة
عليها الالاف من المشتركين، وتبقى بتكسب بالدولارات وانت قاعد في بيتك. لو شايف ان الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه المجال اللي حابين تبداوا فيه على اليوتيوب. اشوفكم على خير، سلام. اقول لكم ايوه نسيت اشكر الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه، وبقول لكم كلكم بحبكم، واي حد بيكتب كومنتات حلوه برد عليه في الكومنتات، كله يكتب كومنتات اخربوا الكومنتات وبرد عليكم كلكم. سلام.